السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ثانوي. دلوقتي ميعادنا مع حل واجب المحاضرة الثالثة. لسه في الوحدة الأولى الدرس الثاني مصادر دراسة الحضارات. هنشوف أول سؤال معانا بيقول يمكن دراسة الأحداث التاريخية التي حدثت خلال زمن الأسرة الرابعة. من خلال الأسرة الرابعة احنا معانا حجر باليرمو بيجيب لغاية الأسرة الخامسة، يبقى صل حجر باليرمو. عايزين نغير اللون. ماشي، يبقى أول سؤال إجابته حجر باليرمو. نستطيع التعرف على ملامح الحياة الفنية من خلال العصر العتيق. من خلال حياة فنية، رسومات وكده. العصر العتيق يعني الأسرة الأولى والثانية، يبقى صليتنا عرمر. أي المصادر التاريخية التالية أثبتت براءة المصريين القدماء في عملية التشريح؟ طبعا تشريح يعني طب. بردية إبرس. استخدم المصريين القدماء الأستراكة كمادة للكتابة كان نافذة على أحوال مصر. إن هم استخدموا الأستراكة كمادة للكتابة، أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية، إن هم يعني فقراء وإن الأستراكة غالية أو البرد غالي. أي مما يلي أو أي مما يأتي يعد مصدر لدراسة النواحي الاقتصادية للحضارة الفينيقية؟ فلوس في فينيقيا، ممكن نقود ومسكوكات، كان عندهم فلوس. للتعرف، طبعا مصر ما كانش فيها فلوس، عشان كده مصر ما ينفعش نعتمد عليها نقود ومسكوكات. للتعرف على التقسيم الإداري للمدن المصرية قديما، يمكن الاستفادة من كتابات تقسيم إداري المدن. هيرودوت في الكتاب بتاعه اتكلم عن جغرافية مصر ومدنها. للتعرف على الحياة الثقافية لإحدى الحضارات التي قامت في قارة أفريقيا باستخدام أحد المصادر السنوية، يمكننا الاعتماد على أفريقيا، الطوفان في آسيا دي العراق، اليازا والأوديسا في أوروبا دي في اليونان، بردية إبرس طبية ملهاش علاقة، لا ليها علاقة بالثقافة بس. مين ثقافي أكتر؟ بس دي ليها علاقة بالطب بس. دي ثقافة الشعب، الشعب بيفكر إزاي. هتبقى الإجابة الأحسن معانا بردية إيزيس وأوزوريس. الاعتماد على ملحمة الإيازا والأوديسا كأحد مصادر دراسة الحضارات يجعل هذه الدراسة تتسم بالإلياذة والأوديسا مصدر ثانوي. مين من دولت وحش؟ المبالغة والخيال. يمكن دراسة تاريخ نحت تمثال أبو الهول من خلال نحت تمثال أبو الهول. بندرس من خلال حجر باليرمو، اتكلم عن أهم التماثيل وأهم الحروب وأهم المعابد. أي المصادر الآتية لدراسة الحضارة يعتبر أقلهم دقة؟ مين من دولت مش دقيق؟ كل ده أولي ما عدا كتابات الفلاسفة. يمكن التعرف على ترتيب الأسرة الثالثة في حكم مصر الفرعونية من خلال الأسرة الثالثة وترتيبها، يبقى حجر باليرمو، عشان باليرمو لغاية ثالث ملك في الأسرة الخامسة. يعد كل من الأستراكة وأسطورة إيسيس وأوزوريس مرجعا لدراسة أحوال مصر الاجتماعية، بتورينا المجتمع كان عايش إزاي. الاعتماد على أكتر من مصدر في دراسة التاريخ يجعل هذه الدراسة تتسم ب، طبعا حاجة حلوة إن إحنا نعتمد على كذا مصدر. مبالغة دي حاجة وحشة، خيال حاجة وحشة، معاصرة حلوة بس معاصرة دي إن إحنا نعيش الحدث. هل إحنا ممكن نعيش الحدث لما ندرس بكذا طريقة؟ لأ. يبقى الموضوعية، الاختيار الأحسن موضوعية. تتشابه كتابات مانيتون السمنودي مع كتابات هيرودوت. في مانيتون السمنودي وهيرودوت الاثنين اتكلموا عن تاريخ مصر. هيرودوت اتكلم عن مصر وناس تانية، بس هو اتكلم عن مصر أكيد. أحد المصادر الأولية التي يمكن الاعتماد عليها في التعرف على الحياة الاجتماعية للمصريين. مصدر أولي نعتمد على التعرف على الحياة الاجتماعية للمصريين أولي. بص عشان نلعب يا عم، هلعب لك طريقة حلوة. أولي يبقى كتابات الفلاسفة ما تنفعش. النقود والمسكوكات كل ده ينفع. يمكن الاعتماد عليها في التعرف على التاريخ المصري القديم. الاستراكة تمشي وبردية إبرس تمشي، بس هو عايز يتعرف على الحياة الاجتماعية، حياة الناس. بردية إبرس للطب بس، يبقى الإجابة الاستراكة. يبقى من خلال دراستك يتضح أن المصدر الأولي تتشابه مع المصادر الثانوية. إيه التشابه بين المصادر؟
المصادر الأولية والثانوية إن الاتنين من صلب الإنسان، الاتنين بني آدم اللي عملهم. يظهر مدى تخصص قدماء المصريين في وظائفهم من خلال تخصص المصريين في وظائفهم. بردية إبرس، بردية 20 متر بتتكلم في الطب بس. تشابهت صلاية معرمر وحجر باليرمو في التاريخ لأحداث الاتنين اتكلموا عن التوحيد أو بداية التاريخ المصري. الوحدة التاريخية لمصر شغال. تتفاوت أهمية مصادر دراسة الحضارات تبعا ليه؟ بتختلف أهمية دراسة المصادر على حسب نوع المصدر، أولي ولا ثانوي. يمكن دراسة تاريخ الأسرة الأولى من تاريخ مصر الفرعونية من خلال الأسرة الأولى تمشي صلاية معرمر. معرفة معلومات وصف الطبيعة ومظاهر العمران، طبيعة يعني الجغرافيا، ومظاهر العمران يعني المدن. يمكن معرفة طبعا هيرودوت. فين هيرودوت؟ مفيش، بس الكتاب بتاع هيرودوت موجود. أي من المصادر التاريخية يمكن الاعتماد عليها في دراسة النواحي الاجتماعية لأحد الحضارات اللي قامت في قارة آسيا. من دولت ينفع اعتمد عليها على حاجة في آسيا. إبرز دي في مصر، نعرمر برضو في مصر، باليرمو في مصر، قصة الطوفان في العراق دي في آسيا، العراق طبعا. بيفضل بعض الطبقات الاجتماعية في مصر الفرعونية استخدام الاستراكة في أنماط حياتهم، وذلك بدافع اقتصادي أو اجتماعي. مين موجودة في الاختيارات؟ اقتصادي. تم توثيق أحداث الوحدة بين الشمال مصر وجنوبها على الوحدة بتاعت شمال الجنوب. يا بردية إبرس، لا بردية إبرس لا، يا صلاية معرمر، يا حجر باليرمو. مين موجود في الاختيارات؟ صلاية معرمر. تتشابه ملحمة الإلياذة ولد السمع كتابات سقراط في أنهما الاثنين من اليونان. فين عن الحضارة اليونانية، تناولتا معلومات عن الحضارة اليونانية. يمكن دراسة تاريخ بعض ملوك الأسرة الفرعونية الخمسة على معابد الشمس. طبعا الكلام اللي مكتوب على معابد الشمس يعتبر آثار أو نقوش، مفيش نقوش تمشي آثار، ما المعبد آثار. يمكن دراسة أعمال بعض ملوك الأسرة المصري الفرعونية من خلال الاستعانة بمصر الفرعونية. مين من دولت موجودين في مصر الفرعونية؟ تمحيص الأخبار، عشان هيرودوت اتكلم عن الملوك وأعمال ملوك مصر. من المصادر الأولية لدراسة الحضارات كتابات، مصادر أولية لدراسة الحضارات كتابات هيرودوت؟ لا. هوميروس؟ لا. أرسطو؟ لا. سقراط؟ لا. يبقى هيرودوت الإجابة صحيحة، لأن طبعا هيرودوت مؤرخ، الباقيين يا فلاسفة يا شعراء. يمكن دراسة تفاصيل الرحلة اللي أرسلها الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة إلى فينيقيا لإحضار خشب الأرز من خلال، قال لك بص الأسرة الرابعة، عايز يقول لك دور على حجر باليرمو. كانت الصخور هي المادة الخصبة التي ساهمت في الحفاظ على التراث المصري القديم. أي مصادر التالية لا تنطبق عليه العبارة السابقة؟ صخور، حجر باليرمو صخر، صلاة معرمر صخر، لوحة أبيدوس أكيد صخر، الإلياذة ولوديسا ملهاش علاقة بالصخور، ده أشعار هوميروس. اتسم المصري القديم بحس التصرف والقدرة على إيجاد البديل الذي يحقق الغرض. تتضح هذه السمة من خلال استخدامه. تصرف، القدرة على إيجاد البديل. بردية إبرس لا طبعا استراكة، إن هو لقى البديل في الاستراكة، إن هو كان ما عندوش فلوس يجيب استراكة فجاب، ما عندوش فلوس، ما كانش معاه فلوس يشتري بردي. أحد المصادر التاريخية اللي تحدثت عن المظاهر المادية للحضارة المصرية القديمة. مصادر تاريخية كلمتنا عن المظاهر المادية. العبارة تتحدث عن، طبعا هيرودوت اتكلم عن المدن بقى والجغرافيا، بس المدن. أي المصادر التاريخية لا يمكن أن تنسب لمؤلف معين. مين من دولت ما نعرفش مين اللي ألفها؟ أساطير، قصة أمنا الغولة، حد يعرف مين اللي ألفها؟ أكيد لأ. ترجع الملكية العلمية لكتاب تمحيص الأخبار إلى أحد مؤرخي قارة أوروبا. مين يا مستر؟ هيرودوت. عكست لنا نصوص الأهرام تصورا للمصريين القدماء عن حياتهم الأخرى. في ضوء النص نجد أن الصورة المقابلة تعبر عن أي مصادر دراسة الحضارات. طبعا ده نقش، حاجات منقوشة على الحيطة. توظيف الموارد المتاحة ومعالجة المشاكل من سمات الشعب الناجح. عبارة طبقها المصريين القدماء باستخدام معالجة المشاكل وكده الاستراك، ذكرناه كذا مرة. إذا أردنا التعرف على العلاقات الاجتماعية بين المصريين القدماء فإن ذلك سيكون من خلال علاقات اجتماعية ما بين المصريين. شقفات الفخار. إيه شقفات الفخار دي يا مستر؟ الاستراكة. حدد أي من العناصر التي يعبر استخدامه النظام الطبقي. طبعا الاستراك إن الفقراء بس والمتوسطين بيستخدموها. حدد أي من خلال دراستك أي المؤرخين الذين كتب عن تاريخ مصر القديمة
اتسمت كتاباته بالوطنية والفهم لحياة المصريين. مين من دولت كان بيتكلم عن مصر وفهم المصريين؟ مانيتو، لأنه مؤرخ مصري. هيرودوت اتكلم بس يوناني ما يعرفشناش كويس. حدد أي مصادر الأولية الآتية قدم معلومات سياسية أو حربية عن مصر القديمة. مين من دولت اتكلم عن معلومات مصر السياسية والحربية؟ طبعا بردية إبرس، لا صليتنا عرمر. اتكلمت عن توحيد مصر ودي سياسية، شفنا فيها صور الجنود أو صور لأسلحة الجنود ودي عسكرية. قام عبد الرحمن الرافعي بكتابة أحداث ثورة 23 يوليو 1952 باعتباره معاصرا لأحداثها. الراجل ده اللي ما نعرفوش أنا وأنت كان عايش أيامها فكتب، فتعتبر كتابه مصادر أولية لأنه عاش أحداثها. نستدل من دراستنا لكتابات المؤرخين كمصدر لدراسة الحضارات أنها تفتقد إلى كتابات المؤرخين تفتقر للدقة. لا ما تفتقرش للدقة، تفتقر للخيال، لأن المؤرخين مصدر أولي. بحاول أوريك الحل الغلط إيه الأول يعني. من خلال تحليل المعلومات الموجودة على غلاف الكتاب اللي في الصورة التي أمامك يمكن الحكم عليها بأنه من كتاب سليم حسن مصر القديمة. طبعا واضح من المعنى إن مصر القديمة بيتكلم عن الفراعنة واللي كاتبه سليم حسن. هل سليم حسن كان فرعون؟ لا، يبقى الراجل ده مصادره ثانوية. دراسة المادة المصنوع منها العملة يمكن من خلال استنتاج الحالة الاقتصادية. نعرف ذهب ولا فضة. العملة التي أمامك تدل على الوضع السياسي المصري في الفترة ما. من خلال عرفنا منين الفترة النظام السياسي؟ مكتوب عليها ملك مصر، يعني نظام مصر كان ملكي. صورة الملك والكتابة المدونة تمشي. طبيعة الألوان لأ، وزن العملة لأ، نوعية المعدن لأ. يبقى صورة الملك والكتابة مكتوب ملك مصر، محتاج أعرف منين تاني؟ كان المجتمع المصري القديم مجتمعا طبقيا. المصدر الأولي الذي يستنتج المؤرخين من خلاله هذه المعلومة الاشتراك. الأغنياء ما بيستخدموهاش، الفقراء بيستخدموها. نفترض أن أحد المؤرخين قام بعمل دراسة للحضارة المصرية القديمة معتمدا على أسطورة إيزيس وأوزوريس وكتابات أفلاطون، فيمكن الحكم على هذه الدراسة بأنها تتسم وحشة. ثانوي هتتسم بدقة؟ لا. حياد؟ لا. ثقة الأخيرة؟ لا. خيال ومبالغة؟ طبعا. نستطيع من خلال النقش الذي أمامك في الصورة أن نستدل على معلومات من مظاهر الحياة. طبعا ده راجل بيعزف حياة فنية، راجل بيعزف، عايز إيه تاني؟ ما باينة قوي. اهتم ملوك مصر القديمة بتسجيل إنجازاتهم وانتصاراتهم، ونستدل من ذلك من خلال بيسجلوا إنجازاتهم وانتصاراتهم على النقوش. صليتنا عرمر كان مكتوب فيها الانتصار بتاعه على الجنوب، على الشمال قصدي. يلا بينا نبدأ في حل المقالي. قال لك بالنسبة للمقالي ما العلاقة بين علماء الإغريق ودراسة الحضارة المصرية القديمة؟ من الإغريق أنت بقى توضح كل حاجة ماشي. عندنا هيرو دوت اللي كتب كتاب اسمه تمحيص الأخبار واتكلم عن مصر في الجزء رقم كام من الكتاب؟ الجزء الثاني. طيب كان ذكر ايه؟ قال لك بص، جغرافية مصر ومدنها دي واحد، أعمال ملوكها، أحداثها التاريخية، مظاهر حضارتها. لازم توضح كل ده في إجابتك. لخص أهمية دراسة المصادر الأولية والثانوية من خلال دراستك. قال لك بص يا سيدي، مصادر الأولية دقيقة معاصرة الأحداث، لازم تكون معاصرة الأحداث. المصادر الأولية دقيقة ما فيهاش مبالغة ولا خيال، بتمتاز بالموضوعية. أما المصادر الثانوية فسهل الحصول عليها، متوفرة، بتعوض النقص اللي في المصادر الأولية. ما العلاقة بين دراسة التاريخ ودراسة علم الآثار؟ قال لك دراسة الآثار بتدينا مصادر أولية بتساعدنا في دراسة التاريخ. يبقى ندرس آثار نتعرف على التاريخ. بالرغم من أن المصادر الأولية والمصادر الثانوية من مصادر دراسة الحضارات، فإنها توجد سمات تميز كل منهما عن الآخر. اشرح ذلك. إيه اللي بيميز ده عن ده؟ الأولية يا سيدي دقيقة، ما فيهاش مبالغة، فيها موضوعية، ما فيهاش خيال. طب المصادر الثانوية؟ قال لك يا سيدي المصادر الثانوية سهل الحصول عليها ومتواجدة في كل مكان. من خلال دراستك حدد أي من المصادر الأولية عبرت عن النظام الطبقي في مصر القديمة موضحا استخدامها لدى المصريين القدماء. تاني دراستك مصادر أولية عبرت عن النظام الطبقي. طبعا الأستراكة. ليه؟ قال لك موضحا استخدامها لدى المصريين القدماء. ايه استخدامها؟ قال لك العقود، استخدموها في تسجيل العقود، مش العقود، الخطابات جواب، والإيصالات الإيصال. بيسموها في ايه تاني؟ تعلم
الكتابة للعيال الصغيرة. حدد وجه الارتباط بين النقود والمستوى الاقتصادي في الحضارة العالم القديم. قال لك النقود يمكننا من خلالها التعرف على الحالة الاقتصادية. من خلال ايه بقى؟ قال لك من خلال المادة المصنوعة منها النقود. انا بوضح الاجابة بس، انت المفروض تكتب اجابتك كاملة. دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: لعبت النقود والمسكوكات دور مهم في التعرف على العديد من مظاهر الحضارة الإنسانية. هتكتب بقى أهمية النقود كلها. أولا الختم الموجود على النقود بيساعدنا على التعرف على الحالة الاقتصادية، وكمان المادة المصنوع منها النقود بتساعدنا كمان النقود على التعرف على الحالة السياسية، صور الملوك. كل دي معلومات لازم تكتبها هنا. هم هنا كده 4 معلومات. ما مقترحاتك انت بقى لما يجي لك سؤال زي ده؟ اقترح انت، ما تخافش. عارف انتوا بتخافوا وبتتلجموا، طب ليه؟ ما هو ده سؤال عادي، عايز رايك انت، حاول تقول رايك. للتاكد من صحه المصادر التاريخيه المختلفه، عشان نتاكد من صحه المصادر يمكننا، ده مقترح انا بقى، يمكننا التاكد من مصادر اخرى. عندي مصدر عايز اتاكد منه، اروح اجيب مصدر تاني بياكد نفس المعلومه اللي قالها المصدر الاول. فلو المصدر التاني اكد المعلومه يبقى الاولاني مظبوط، انا كده اتاكدت بالمصدرين. دلل تاريخيا على صحه العبارات الاتيه: استخدم المصري القديم العديد من المواد الطبيعيه لابراز عظمه الحضاره. ماشي، عندك يا سيدي الاحجار. مالها الاحجار؟ عمل منها حاجات كتيره زي صلايت، نعرمر، وحجر باليرمو. عندنا ايه كمان؟ البردي. البردي اللي كان بيعمل منه ورق، استخدم نبات البردي لصناعة ورق البردي في شكل لفائف. ايه كمان يا مستر؟ طبعا الآثار، من كل حاجة طبيعية بقى. الآثار بقى من المعادن وغيره. من ايه وايه الآثار دي؟ صخور ومعادن. صخور ومعادن. الذهب برضه ما فيه آثار. وفي تاني كتير، لو انت عندك اكتب، ما تسيبش حاجة، بس دولت كفاية يعني. لو انت مش عارف فدولت كفاية، لو انت عارف حاجة تانية اكتب شاطر. فسر العبارة الآتية: هناك علاقة قوية بين الإغريق ومصادر دراسة الحضارة الأولية والثانوية. طبعا هتقول لي لأن الإغريق عندهم مؤرخين، ده أولها مؤرخين زي راجل اسمه هيرودوت. طب عندنا المصادر الثانوية زي مين بقى؟ عندك الفلاسفة، وقول له الثلاثة: سقراط، أرسطو، أفلاطون. الشعراء زي مين؟ هوميروس اللي كتب الإلياذة والأوديسا. ماذا كان يحدث إذا لم يكتشف المصريين القدماء بديلا اقتصاديا متوسطا لورق البرد؟ لم يتعلم، هو استخدموها الصغار يتعلموا، لم يتعلم الصغار، خلاص. ولم يجد أو تجد، لم تجد الطبقة المتوسطة والفقيرة ما تكتب عليه. طبعا المتوسطة والفقيرة مش هيلاقوا اللي يكتبوا عليه أصلا. وبكده نبقى خلصنا واجب المحاضرة الثالثة مع بعضينا. أتمنى تكون استفدت، أتمنى يكون مفيش غلطات عندي ولا غلطات عندك أنت كمان. أشوفك إن شاء الله في الحصة بتاعتك. سلام.